مساء الخير أعزائي المشاهدين، بنرحب بيكم في أولى حلقات برنامج هوت سبوت. أنا ندى ومعايا زميلي عمرو. ازيك يا عمرو؟ ندى ازيك؟ ايه الأخبار؟ كله كويس. بنرحب بضيوفنا المهندس أحمد وكابتن عمران، منورنا. الله يخليك. احنا النهاردة هنتكلم عن الرياضة. البرنامج كله بيهتم بالرياضة وأسلوب الحياة الصحي. بنوصل لكل الجمهور انه ازاي يحاول يحافظ على صحته ويكون أحسن. يبدأ يدخل مجال الرياضة ازاي ويكون زي الأبطال اللي بيشوفهم في التلفزيون. يقدر يدخل ده مثلا عن طريق الجري، عن طريق العجل، السباحة. زي ايه تاني يا عمرو؟ احنا بنخاطب كل الجمهور، خاصة ممارسي الرياضة. بندي نصايح في مجالات وخبرات في مجالات الفتنس، الألعاب القوة، السباحة، العجل، والصحة النفسية والذهنية، وكل ما يخص اللايف ستايل الصحي. يعني كل اللي محتاج يكون عنده بلان معينة في حياته هيقدر يلاقي ده معانا، وكل ما هيتابعنا كل مرة هيلاقي كل حاجة تكون كويسة، هيقدر يكتسب منها خبرات كتير، وهيكون معانا أبطال تانيين يعني كتير موجودين معانا. احنا بنرحب بالمهندس أحمد. اهلا وسهلا، ازي ازيك يا ندى؟ حضرتك؟ اخبارك ايه؟ محتاجة حضرتك تعرفني بنفسك أكتر. حضرتك مهندس في ايه؟ انا مهندس معماري. هاوي الرياضه من زمان، كنت لاعب العاب قوه، لاعب هوكي في نادي الشمس زمان. وبعد ما بطلت لعب استمريت كهاوي في بحب اجري، بحب اركب عجل، بحب ساعات العب سباحه. يعني تقدري تقولي كده ان انا بلعب رياضه كهاوي، مفيش حاجه معينه، مش رياضه معينه يعني. بس حضرتك مش شايف انه مهندس مع انك بتحب تلعب رياضة بتلاقي وقت منين؟ بصي، الرياضة ملهاش علاقة بطبيعة شغلك. اوكي. أي حد المفروض يمارس الرياضة أيا كان طبيعة شغله. الرياضة المفروض تبقى أسلوب حياة للناس كلها. بتغير المود، و يعني أنا من ساعة ما بدأت ألعب رياضة وأنا حياتي اتغيرت تماما، ومودي اتغير، وبقيت أحسن في كل حاجة يعني. طيب حضرتك مهندس معماري وبتلعب رياضة، ايه اللي جاب فكرة هوت سبوت؟ طيب الفكرة بدأت إن أنا من كام سنة كده بدأت أمارس رياضة الجري. اوكي. بجري على طول، بس كنت بجري لوحدي. مم. كنت بجري في منطقة، يعني يا إما بجري في النادي يا إما بجري في نطاق السكن بتاعي. أنا ساكن في التجمع، وشوارع التجمع فاضية وما فيهاش عربيات، وسهل إن الواحد يمارس فيها رياضة الجري. مم. بس ما كنتش جزء في كوميونيتي، كنت بجري لوحدي. تمام. بعدين لما بدأت أقول للناس، أشجع زمايلي وأصحابي يلا ننزل نجري مع بعض. الجري وسط مجموعة، وسط جروب، بيفرق كتير قوي عن إن أنت تجري لوحدك. طبعا. فبدأت، كنا بنمارس الرياضة بانتظام، بنمارس الجري بانتظام، تقريبا بنجري شبه يوميا كل يوم الصبح. بعدين بدأنا نمل من إن إحنا بنجري في نفس المكان كل يوم، فبدأنا نجري، نغير الأماكن، نجري مرة في الزمالك، نجري مرة في مثلا شيراتون، نجري مرة في الرحاب، نجري في التجمع، نجري في التراك بتاع النادي عادي. فمن ضمن الاماكن اللي جرينا فيها وانبسطنا فيها قوي هي الزمالك. أوكي. الزمالك دي بيسموها ارض الرانرز، يعني كل اللي بيمارس رياضه الجري. الزمالك بالذات ليها، يعني عايز اقول ليها جمال خاص جمال خاص مثلا. بالظبط كده. يعني حاجه تانية خالص غير اي مكان تاني. وهناك بقى اتعرفت بكابتن كابتن عمران. عمران. طبعا كابتن عمران غني عن التعريف، يعني مدرب منتخب مصر وايكون لكل ممارسي رياضه العاب القوى بالذات، والجري بصفه خاصه. فمفيش حد ما يعرفش يعني كابتن عمران. فتعرفت هناك بكابتن عمران، ويعني مش عايز اقول كان بيمرني، لان هو كان بيمرني فعلا يعني. بس دي كانت بدايه تعارفنا. وعرضت عليه بقى فكره ان احنا نعمل تيم جري وننتظم فيه. هو كان معاه تيم اصلا، وانا كان في برضو زمايلي اللي بيجروا معايا، فبقينا كلنا نتجمع مع بعض ونجري مع بعض. بدات اقول له طب ايه رايك ان احنا نعمل كل اسبوع بدل ما بنجري في الزمالك، ما تيجي نجري في حتت تانية. طب وانت كابتن عمران وافقت المهندس احمد ده ازاي؟ يعني ما بين ان حضرتك مدرب ومسؤول عن مواعيد معينة وجدول بتاع حضرتك، وانك تكون معاه في حاجة زي كده في هوت سبوت، وان انتوا تنظموا ده يعني. هو طبعا العقيد الكابتن احمد لما قابلته وعرض عليا الفكره، وبدأ احنا كنا شغالين طبعا بنتمرن، ومعايا تيم كان موجود اوريدي.
فالفكره عجبتني، قلت له طب ايه رايك نخليها كيان، يبقى آه. كيان هوت سبوت بدل ما هو نجري بشكل منفرد. تعالى نضم التيم بتاعنا انه يبقى ناس كتير ونستقطب معاكم. نستقطب ناس كتير، اعمار سنيه بقى معانا، اعمار سنيه في كبار السن وفي صغيرين وفي هواة طبعا كتير. بدانا قلت له طب احنا مش هنيجي اسبوع مره واحده في الاسبوع. قال لي طب احنا عايزين نستفاد بخبرتك في التدريب. بدانا نحط برنامج تدريبي معين لكل الناس الموجوده يبقى مناسب ليهم، عشان طبعا يشتغلوا باسلوب علمي واسلوب كويس، ما يبقاش فيه اصابات، نحببهم في الجري، لان طبعا انت الحاجه لما تحبيها اكيد هتتقني العمل فيها. تمام. فبس بقى والحمد لله يعني عملنا الكيان بتاعنا وبدانا نجري. طبعا زي ما هو قال الزمالك دي ليها طابع سحري. مجتمع الرانرز كله بالهواه، حتى المحترفين بيحبوا ان يجروا في الزمالك، لان انا طبعا بجري في الزمالك من 98، من ساعه ما انا كنت لعيب في النادي الاهلي. قعدت من 98 لحد 2008 بلعب في النادي الاهلي. فانا يعتبر حافظ الزمالك، حافظ شوارعها، حافظ الاماكن بتاعتها. فبدانا نجري وبدانا نتعرف على ناس تانية بينضموا لينا، والحمد لله قدرنا نكبر الجروب بتاعنا وشاركنا في كذا جريه. يوم الجمعه طبعا ده اساسي. وبدانا نشارك في جريات تانية في اماكن تانية. تمريننا كله بيبقى معظمه الصبح بعد الفجر مباشره الساعه 5:30. بنتفرج على جمال القاهره وشوارعها، نظافه المدينه والبلد. ما فيش عربيات كتير، ما فيش مضايقات، حتى الناس بدأت تفهم يعني ايه رياضة، يعني ايه الناس دي بتمارس رياضة. معانا حتى بيبقى موجودة بنات وسيدات وناشئين صغيرين، وفي الاهاليهم بيبقوا مطمئنين ان هم موجودين معانا. طبعا دي رسالة احنا بنأديها، ان بلدنا مصر امان. انزلوا واستمتعوا بالجو بتاعها، بنظافتها، بالاماكن الجميله اللي فيها. طب انا محتاجه اتعرف اكتر على حضرتك، بدات اصلا الرياضه ازاي، او هي غيرت ايه في حياه حضرتك يعني؟ والله انا بدات طبعا انا من الصعيد اساسا. من محافظه اسوان مركز ادفو. طب يعني الصعيد دي كمان حاجه تانية مختلفه خالص، ان الموضوع يبقى الرياضه والصعيد مختلفه شويه؟ والله لا، هو الصعيد طبعا يعني بالنسبه للجري والعاب القوى هو طبعا يعني مصدر اساسي للعيبه الجري. عندنا ابطال كبار. عندنا البطل الاولمبي حمد الدشناوي، لعب 2 اولمبياد ريو ولندن. وعندنا عميد طبعا لاعب المسافات الطويله كابتن حسن مرزوق. وعندنا في لعيبه كتير عشان ما انساش حد. فانا عشان احكي لك بدايتي طبعا كانت من سن صغير. بدات وانا سني حوالي 12 سنه. بحب الجري. بدات اجري في مركز الشباب، بس طبعا ما فيش تمرين وما كنتش اعرف ايه تمرين. بس في طبعا ناس كانت هناك شايفه فيها موهبه، فبدات اشارك في مسابقات على مستوى مراكز الشباب عندنا، مستوى المحافظه، لحد ما وصلت طبعا الجامعه. مرحله الجامعه هي دي فرقت معايا شويه. بدات بقى اتمرن، اختاروني في انا خريج كليه حقوق، يعني ليسانس حقوق جامعه اسيوط. لعبت بطوله الجامعات. بدات هنا بقى ايه اتمرن، يعني شغل احترافي شويه مع مدربين متخصصين دكاتره في الجامعه في كليه التربيه الرياضيه. وجت مرحله الجيش، هي دي بقى المرحله الفارقه في حياتي اللي بدأ فيها كابتن عمران. يعني انا كنت ضابط احتياط طبعا في الجيش. وانا في الجيش طبعا كانوا بيحتاجوا ضباط عشان يمثلوا السريه الرياضيه، كنت سلاح المشاة. فطبعا نفتكر طبعا كده سياده العميد عماد نصار، وسياده العميد هو عماد نصار، كان العميد حسام درويش. طبعا دول جابوني ولعبت المشاة، مثلت السلاح
عملت نتيجه كويسه، كان مدرب النادي الاهلي موجود فقال لي تلعب في النادي الاهلي، فطبعا حلم حياتي طبعا ان انا العب في نادي زي النادي الاهلي اول حاجه. ومن هنا بدات بقى اتعرف طبعا الكابتن عمران بقى، وعمران يعني مش الكابتن عمران. وقتها حققت بطولات مع النادي الاهلي، بطولات كبيره، بطولات جمهوريه. والحمد لله. طب دلوقتي انا اعتزلت 2008. 2011 اشتغلت في النادي الاهلي مدرب. كنت الاول مدرب في المدرسه، مدرسه العاب القوه في النادي الاهلي. بعد كده اشتغلت مدرب من 2011 لحد 2016. وحاليا مدير فني نادي طلائع الجيش ومدرب منتخب مصر. وشاركت مع منتخب مصر العسكري في الاولمبياد العسكريه، دوره الالعاب العسكريه في وهان سنه 2019. والحمد لله يعني عملنا نتائج كويسه وانجازات كويسه. يعني مهندس احمد، لما حضرتك جيت تعمل الكيان بتاعك عرفت تختار حد تقيل في المجال، يعني طبعا. مش حد سهل، مش فكره طبعا. الزمالك والجري، لا حد تقيل عارف هو بيعمل ايه. ايكون لعيبه الجري ولعيبه العاب القوه بصفه عامه يعني. ومن هنا بقى جت الفكره، قلت له طب ما تيجي بقى نطلع بره الاماكن اللي احنا بنجري فيها دي، ونستغل فكره الجري ان احنا نسلط الضوء على الاماكن اللي احنا عايزين الناس تشوفها. يعني مثلا تعالى نجري في المدن الجديده، الاماكن اللي فيها مشروعات قوميه عايزين الناس تشوفها. تعالى نجري في اماكن تاريخيه، اماكن سياحيه، اماكن اثريه. اي مكان احنا عايزين نسلط الضوء عليه ممكن نجري فيه، ومنها ان احنا بنستفيد من رياضه الجري وبنفيد الناس، وبرضه بنرفع لهم الوعي. يعني هو البني ادم يعني او الانسان هيروح يشوف مكان جديد هو ما كان يسمع عنه، بس كل علاقته بيه ان هو بيشوف صوره على زي العاصمه الاداريه مثلا. الناس كانت كل علاقتها بالعاصمه الاداريه ان هي مجرد صور بيشوفها على السوشيال ميديا بالظبط. فاحنا لا، احنا هناخده يجري فيها ويتفرج عليها ويعرف ان في حاجه جديده اتعملت، وفي نفس الوقت بيجري وبيمارس الرياضه بس. فدي كانت الفكره، ومن هنا جت فلسفه كلمه هوت سبوت، ان احنا هنجري في الاماكن اللي فيها احداث. الاحداث دي بقى تطلع اماكن قوميه او مدن جديده او ايا كان يعني. طيب هو كمان كان في تقريبا يا عمرو حاجه قبل كده الهوت سبوت، حاجه في الجلاله. هو كانوا عاملين ايفنت في الجلاله، كلمنا اكتر عن ايفنت الجلاله. احنا في شهر 11 اللي فات اتفقت انا وكابتن عمران تعالى بقى نعمل فعاليه كبيره، يعني فيها يعني احنا دايما كل الجريات اللي بنعملها على مدار الاسبوع بتبقى مثلا 30 40 50 يعني اقصى حاجه يوم الجمعه. قلنا بقى تعالى نعمل جاريه يبقى فيها مثلا 500 واحد. ففعلا بدانا نخاطب وزاره الشباب والرياضه وخدنا موافقه واتحدد لنا ميعاد يوم 25 نوفمبر اللي فات. كان فعاليه كبيره برعايه وزاره الشباب والرياضه، وطبعا بنشكر معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي يعني دعم الفكره، ولولا وقفه وزاره الشباب والرياضه معانا ما كانش الفعاليه دي ظهرت. وكان معانا برضو من ضمن الرعاه برضو اتحاد مصر لألعاب القوه، طبعا لازم نشكره برضو دعمنا كتير. وطبعا مش هننسى جامعه الجلاله، تعتبر هي على الارض كانت هي تعتبر الراعي الرئيسي، هي ساعدتنا لوجستيا كتير جدا. وكان معانا شركه AO ديزاين كانت ضمن الرعاه، وكيلوك شركه كيلوك. فيعني في كيانات كتير وقفت جنبنا في فعاليه الجلاله دي، وعملنا يعني ماراثون حلو جدا، يعني الناس انبسطت فيه جدا لدرجه ان احنا بعد ما خلصنا جري الناس ما كانتش عايزه تروح. الناس طلعت اتفرجت على مدينه كنا بس نسمع عنها لما ما حدش شافها، احنا نفسنا ما كناش شفناها، احنا اول ما نشوفها يوم الايفنت ده. لدرجه ان احنا كان المفروض ميعاد الاتوبيسات تمشي الساعه 1 فضلنا للساعه 3 الناس مش عايزه تروح. مدينه جميله جدا، الشوارع نظيفه، منظر من فوق رهيب، منظر رهيب، منظر طبيعي رهيب من فوق الجبل. الناس مشيت مبسوطه وجريت وانبسطت وكان يوم حلو يعني. طيب كابتن عمران، انت محتاج تكلمنا شويه عن جريات الزمالك. يعني المهندس احمد قال انه جريات الزمالك دي حاجه ثابته وحضرتك قلت كده، ليه الزمالك بالذات؟ يعني ايه الحاجه اللي بتخلي حضرتك كل اسبوع لازم تبقى موجود فيها او كل يوم زي ما حضرتك قلت؟ والله زي ما قلت لك هي الزمالك ليها طابع خاص في الجري، وهي يعتبر في سنتر وسط البلد، بتبقى
الانتقال ليها ورايا يعني سهل. في مواصلات كتير. بيبقى طبعا احنا بنتمرن زي ما قلت لك، احنا الصبح بيبقى الساعه 5:30 او 6 الصبح، بيبقى قبل الشغل بتاعنا. فعشان نسهل الموضوع ان الناس تقدر تيجي الناس وتبقى تقدر موجوده تيجي معاكم وتنتقل لينا، خلينا في الزمالك. وبعد كده الزمالك بقى زي ما قلنا ايقونه الجري. بدات كل الناس بتيجي تجري فيها، يعني حتى الناس اللي في شيراتون او في الرحاب او في مدينتي او في الهرم، او كل الناس دي جروبات اللي عامله جري بييجوا ويتجمعوا هناك. وشوارعها الناس خلاص بدات حفظتها، بتلاقي الناس بتشجعنا. لو انت معديه على محلات او مثلا بنزينه او اي حاجه، فتلاقي الناس بتشجع الناس الموجوده وخلاص حفظونا. فهي طبعا احنا زي ما قلت لك احنا الجمعه دي اساسي، ودلوقتي بنشتغل طبعا طول الاسبوع. الناس طبعا حسب امكانيات كل واحد ووقته وظروف شغله. وزي ما قلت لك احنا بنحط يعني شغالين شغل يعني احترافي شويه، هم هواه، بس احنا بنقول لهم انت تقدر تحقق هدفك. ولازم كل واحد فينا في حياته وفي اي حاجه لازم يبقى ليه هدف. فانت عشان تحقق الهدف ده وفي الجري بتاعك، او انت عايز تجري مسافه معينه، فبنوجهه ان هو يجري ازاي ويعمل ايه، وحتى في التغذيه بتاعته. وعشان حتى الشوز بتاعه بنقول له هات الشوز المعين ليك المناسب ليك، عشان تقدر تكمل وما يحصلش اصابه، ما يحصلش مشكله، ويقدر يكمل ويوصل لهدفه اللي هو عايزه ويوصل لطموحه. وبعد كده بدات الناس بعد شويه كده، بعد ما اتمرنا بقى، انا معايا مجموعه هي كتيبه العون للجري دي طبعا معروفه كبيرة. فاحنا اندمجنا مع هوت سبوت وبقى كيان واحد. فلما بدانا نقدم كده والناس بتشوف المستويات بتاعتهم، فبدات ناس كتير تكلمني شخصيا، نتكلم سياده المهندس احمد والكابتن احمد، احنا عايزين ننضم ليكم. طيب احنا بدانا طبعا نشتغل على السوشيال ميديا شويه. انت عارف السوشيال ميديا في مصر هي طبعا اكتر انتشار. فبدات الناس تتابع، بقى لنا صفحه وعلى الفيسبوك وعلى اليوتيوب وعلى كل المواقع التواصل الاجتماعي. بدأ الناس تتابعنا، بدأت الناس تشوف مستنيه تشوف الصور بتاعتنا، احنا جرينا ايه النهارده، عملنا ايه. طب احنا محتاجين دلوقتي نوري الجمهور بتاعنا كده حاجه عن هوت سبوت، فهنطلع تقرير نشوفه ونرجع تاني نكمل كلامنا مع حضراتكم. ماجيك سيستم ريفوال شوكي. احنا فريق اليكس رانرز بنجري من اسكندريه، فجايين النهارده نشارك في الحدث العالمي النهارده اللي هو الجلاله. ناس كتير بتسالنا تقول طب ليه اخترتوا الجلاله؟ طبعا الجلاله من الاماكن الجميله اللي موجوده في البلد، واللي ممكن في بعض الناس ما تكونش عارفاها او ما كانتش جاتها قبل كده. فاحنا اخترنا ان احنا نيجي النهارده عشان الناس تشوف مكان من اجمل الاماكن اللي موجوده في مصر.
25 ده ميلاد هوت سبوت، اول ايفنت اساسي رئيسي معمول برعايه وزاره الشباب والاتحاد المصري لالعاب القوى. ايفنت متقسم 3 سباقات، 2 كيلو ونص و5 كيلو وال10 كيلو. ال10 كيلو هو السباق الرئيسي. موجود معانا مجموعه من اللعيبه المحترفين اللي هم بيلعبوا في الانديه وفي منتخب مصر. معانا مجموعه من الهواه ومحبي الجري، واللعيبه كلها والناس اللي موجوده استمتعت بالجو في الجلاله. صراحه احنا كنا متوقعين العدد يبقى اقل من كده، بس الحمد لله يعني حوالي نتكلم في 500 او 600 واحد، وده طبعا عدد مش قليل في اول ايفنت لينا. وبنقول لهم اجري واتمرن ومارس الرياضه، لان الرياضه هي الحياه. موجودين النهارده كجامعه جهه منظمه للايفنت ده، ودي اول مشاركه لينا كجامعه ان احنا نشارك في حدث كبير زي الحدث اللي احنا بنشارك فيه. الحمد لله استمتعنا بمنظر جمالي رهيب من فوق 700 متر على مستوى سطح البحر، ونشوف فيو جميل، وان احنا كمان نستمتع بالرياضه بتاعتنا الجري في وسط الاجواء والمناظر الجميله دي، فكان حاجه بصراحه في منتهى الجمال. الماراثون النهارده الحمد لله كان جميل، وحصلت على المركز الثالث، والتنظيم كان جميل. نفسي هو سبوت من نجاح لنجاح ان شاء الله. الحمد لله النهارده يعني قدرت احصل على مركز اول، باذن الله المواصلات الجايه اقدر اعمل حاجه احسن من كده. ان احنا هنيجي من الاقصر لحد عين السخنه هنا، ده يعني مشوار تمام. تنظيم النهارده يعني كان حاجه جميله جدا. كان يوم بصراحه لطيف قوي، الشركه كانت لطيفه جدا، وكان في ناس كتير قوي ما كناش متوقعين كده يعني. ان شاء الله الجري اللي جايه او الماراثون اللي جاي هيبقى في العاصمه الاداريه باذن الله. طيب ورجعنا لكم بعد التقرير عن ايفنت الجلاله. دلوقتي كابتن احمد، ايه اهم المعوقات اللي قابلت لك في حياتك الرياضيه؟ يعني لا مش هنقول معوقات، هنقول يعني انا لما بدات امارس رياضه الجري في الشارع كنت بقابل الناس في الاول ما كانتش مستسيغه لفكره ان في حد بيجري في الشارع، يعني كان الموضوع دايما الناس بتبص باستغراب. الكلام ده من كام سنه كان حاجه غريبه، بس مؤخرا بعد ما بقى في جروبات كتير للجري فبقت شبه ثقافه موجوده عند قطاع كبير قوي من الناس. فده سهل دلوقتي ان جروبات الجري او يبقى الناس تجري في الشارع في مجموعات، خصوصا البنات هم اللي دايما كانوا مش عايز اقول بيواجهوا تنمر او حاجات زي كده، لكن في بعض الاماكن بيواجهوا تنمر من الناس وساعات تريقه يعني. هو اصلا العدد اللي واضح من التقرير اللي اتعرض انه اول ايفنت بالنسبه لكم يطلع فيه العدد ده من كل الاعمار، وبنات وولاد وناس كبيره وناس صغيره، فده يعني في حد ذاته نجاح بالنسبه لهوت سبوت انه اول ايفنت يتعمل بالعدد ده. الحمد لله كان يوم موفق جدا وفاق التوقعات، يعني احنا نفسنا ما كناش متوقعين العدد ده يحضر.
ويعني احنا كنا مستهدفين كل الفئات العمريه، وولاد وبنات، يعني احنا يهمنا اساسا المواطن العادي او الانسان العادي مش المحترف. المحترف كده كده عنده القنوات بتاعته اللي هو بيمارس من خلالها الرياضه بتاعته. مظبوط. لكن المشكله في الانسان العادي اللي هو ما عندوش قنوات او مش مشترك في نادي او كده. هو ده اللي احنا كنا مستهدفينه، ان احنا نساعده ان هو يغير اللايف ستايل بتاعه، وان نخلي الرياضه دي جزء اساسي من حياته. هي دي الفئه اللي احنا مستهدفينها، والحمد لله استقطبنا منها عدد كبير جدا جدا يعني. اهم حاجه بنقولها للناس ان لازم يكون عنده اولا اراده، ولازم يكون مثابر ان هو يستمر في الممارسه، ما يجيش بعد شويه يتعب او يكسل، او لان هو لو كسل مره هيكسل كل مره. فاحنا دايما في مثل كده بيقول you are your only limit، يعني انت اللي بتحط لنفسك حدود. احنا ساعات نقول لحد تعالى انزل اجري معانا، يقول يا عم انا بنهج لما اجي انزل على الكنبه. انت حطيت لنفسك خط احمر بيقول لك ان انت لما تنزل على الكنبه هتنهج. بالظبط. فخلاص جسمك اقتنع بكده. هتيجي تقول لواحد تعالى اجري معايا شويه في الشارع، مش هيقتنع، لان هو خلاص جسمه مش موافق هو يعني. بس طيب كابتن عمران، انا شايف في تنوع في الاعمار السنيه مختلفه والمستوى، كلمنا اكتر عن النقطه دي. يمكن احنا اتكلمنا فيها النقطه ديت قبل كده وهقولها تاني. احنا طبعا مستهدفين كل فئات المجتمع، وزي ما قال كابتن احمد احنا مش شرط ان طبعا اللعيبه المحترفه، وانا يمكن بميل لهم شويه عشان طبعا ولادك يعني مدرب منتخب وبشوف المعاناه اللي بيعانوها اللعيبه المحترفين بتوعنا اللي هم بيلعبوا العاب قوه، لان العاب قوه لعبه صعبه شويه وشاقه، محتاجه تدريب وامكانيات طبعا من جوه البني ادم نفسه، ان هو يبقى مثابر زي ما اتكلمنا، ويبقى عنده اراده وعنده هدف وعنده اصرار وعنده تحدي. فانا طبعا كان معانا مجموعه من المحترفين اشتركوا، وكان معانا طبعا زي ما شفنا سيدات، وزي ما شفنا ناس هواة للجري، وزي ما شفنا اطفال يمكن المركز الاول والثاني بطلات مستقبل مصر دول. بفتكرني وانا بقول لك في البرنامج اهو في بنت كابتننا كبير وبطل مصر وصاحب رقم مصر في 10 كيلو قبل ما يتكسر من حوالي 5 شهور، كابتن محمد ربيع، ده ايقونه الجري في مصر وماراثونجي ما شاء الله عليه يعني، وهو وزوجته كانت برضه صاحبه ارقام قياسيه مصريه. بنتهم النهارده لينا ولوجي توأم، يعني 10 سنين واخدين مركز اول ما شاء الله يعني، ما شاء الله طبعا عملوا مستوى كويس. ويمكن انا اتكلمت مع الكابتن ربيع ان احنا مش بلاش المسافات الطويله قوي ديت عشان يبقى نحافظ عليهم، لان دول مستقبل لمصر مش لمحمد ربيع. هم بيلعبوا على فكره في النادي الاهلي، فنحافظ عليهم عشان نقدمهم لمصر ويحققوا ميداليات ان شاء الله عالميه وميداليات اولمبيه. شفنا في مجموعه هواة كبيره مبسوطين، ولما يمكن جابت الجلاله ديت احنا لما رحنا وحبينا نعمل الروت بتاعها كان في اختلاف ان احنا نعمل على البحر ولا نعمل فوق، فاقترحنا ان يبقى الجري فوق. يمكن هو كان صعب شويه، بس انا كنت قاصد، او احنا كنا قاصدين فريق العمل بتاعنا كنا قاصدين نفرج الناس على مدينه الجلاله. الجلاله مدينه جميله يعني، كل اللي نعرفه على مدينه الجلاله هي مدينه يعني قريبه من العين السخنه، منما ما شفناهاش. بدأنا نفرج الناس عليها عشان يشوفوا مدى التطور اللي حصل في البلد دي. منطقة كانت جبلية ودلوقتي بقت منطقة ما شاء الله يعني جميلة جدا. شفنا الطبيعة فيها، وزي ما سيادة المهندس أحمد قال الناس اتبسطت والناس رجعت مبسوطة، والحمد لله احنا بنقدم أو بنستقطب وبنستهدف جميع فئات المجتمع وجميع من جميع الاعمار السنيه. احنا بنشكرك جدا يا كابتن عمران. مهندس احمد بنشكر حضرتك.
وبنتمنى ان كل المشاهدين يتبسطوا معانا او يعني يستفادوا حاجه من النهارده، ولسه الحلقات اللي جايه كمان هيبقى فيه حاجات تانية اكتر كتير هتتبسطوا فيها وهتتعلموا منها حاجات كتير. يعني انا بشكركم جدا على وقتكم، واشوفكم يوم الاربعاء من كل اسبوع ان شاء الله الساعه 8. شكرا. شكرا يا عمر. شكرا. شكرا. Magic System, Red One, Shaoki.